مشاهدينا الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب رأية والمسهل بأهم وأبرز العناوين. إريتريا تشارك في القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول والحكومات. تشييع الشهيد دونغوس أري إلى مثواه. اكتمال القصور والنواقص في مستشفى حزحز. تدريبات عسكرية مشتركة بين أمريكا وكوريا الجنوبية. قتلى بإعصار في فيجي. وتحطم محطة الفضاء الصينية فوق المحيط الهادئ. مرحبا بكم. شارك وفد الحكومة الإريترية برئاسة سفير البلاد في الاتحاد الإفريقي السيد أرأي ديستا شارك في القمة الاستثنائية العاشرة للاتحاد الأفريقي التي التأمت في العاصمة الرواندية كيغالي في 21 من مارس المنصرم. وانعقدت القمة الاستثنائية بموجب قرار اجتماع المجلس الرئاسي للاتحاد الإفريقي في شهر يناير 2018، حيث ناقش موضوعين هامين وصادق على المتفق عليه. وتمحور الموضوع الأول حول عمليات إقامة منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية وحرية التنقل، حيث أعد الاجتماع وثيقتي اتفاق للنقاشات التي ظلت جارية لسنوات على مختلف المستويات. ووفق ذلك وقعت الدول التي أكدت جاهزيتها على الوثيقتين، فيما تم التوصل إلى تفاهم لتوقيع الدول الأخرى التي طالبت بمهلة لدراسة الوثائق بدقة من بينها إريتريا في وقت لاحق. كما توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى اتفاق حول موقف أفريقي موحد فيما يتعلق بالمحادثات التي ستجري بنهاية العام مع الاتحاد الأوروبي بهدف تجديد وإجراء تعديلات على معاهدة كوتونو التعاونية الموقعة بين الاتحادين والتي ستنتهي في العام 2020. وقد أصدر المشاركون في الاجتماع توصيات هامة بهذا الشأن، وقدم برامج عمل لمفوضية الاتحاد. وقد ألقى وفد إريتريا كلمة توضح موقف ورؤية الحكومة الإريترية في المواضيع الهامة المذكورة، خاصة حول الأجندة الثانية. شيع المسواه الأخير في الساعة 10 من يوم أمس الأول من أبريل بمقبرة الشهداء في موغولو المناضل دونغوس أري نافع، أحد الرعيل الأول للثورة الإريترية، بحضور كبار قادة الجيش ومسؤولو الحكومة والجبهة ورفاقه قدام المناضلين وأسرته وعدد كبير من المواطنين. جند المناضل دونغوس أري في القوات الإيطالية عام 1932 وخدم فيها في مقديشو وأديس أبابا. وفي شهر مارس من العام 1962 التحق بالثورة الإريترية التي مضى 4 أشهر فقط منذ انطلاقها، وعين عام 1963 قائدا لفصيلة نسبة لكفاءته وخبرته، حيث تدرج في المناصب القيادية وصولا إلى قائد كتيبة. خاض المناضل الفقيد دونغوس أري الكثير من معارك التحرير مقاتلا وقائدا ببطولة، بدءا من معركة توغوربا أول مواجهة عسكرية ضد جيش المستعمر الأثيوبي، ومعارك ديدا بضواحي أردا، وعملية تيلا كيلاي في كويتا، ومعركة سوسونا عام 1967، ومعركة لوكيتات التي استمرت 16 يوما عام 1970، ومعركة ترق تانا دا، ومعركة نحرماز 1975، وحرب التحرير بارونتو في العام 1978، وغيرها من العمليات والحروب. منذ العام 1981 وحتى عام 1991 مكث المناضل دونغوس أري في السودان، وبعد الاستقلال عاد إلى البلاد مع رفاقه من الرعيل الأول للمساهمة حسب القدرات، حيث ظل يخدم حتى يوم وفاته كقائد مؤثرا في منطقته. والمناضل الفقيد دونغوس أري أب ل11 ابنا. وقد وضع قائد الجبهة الغربية العميد تخلة كفلاي وحاكم إقليم القاش بركة سيد هايلي، ومن رفاقه المناضل دجلل إبراهيم كلو أكاليل الظهور على قبر الفقيد دونغوس أري نافع. صرح المدير الطبي لمستشفى حزحز الدكتور نوغوسي قبر مسقل بأن المستشفى ظل يقدم خدمات صحية متكاملة بعد اكتمال نواقص المعدات الصحية والخبراء الصحيين. وذكر الدكتور نوغوسي قبر مسقل بأن المستخدمين كانوا يضطرون للذهاب إلى مستشفيي حليبات وأوروتا
نتيجة للقصور والنواقص بالمستشفى، مما خلق الضغط العملي على تلك المستشفيات. وقد أشار إلى حل تلك المشاكل في الوقت الحالي نتيجة لاكتمال معدات المخبر الطبي وفحوصات مرض السل والتحاليل الطبية ومعدات التصوير فوق الموجات الصوتية العصرية والكادر المؤهل في المستشفى. وتساعد المعدات الحديثة في معالجة مرض السل والكلى والكبد والرئة بالإضافة إلى تحاليل الدم، ما أدى إلى إكمال متطلبات المستفيدين عن قرب. وقال الشاب سامي اليماني الناشط في متابعة مرضى السكري وضغط الدم إنهم يقومون بشكل يومي بتوزيع أدوية السكري وضغط الدم ويعطون الإرشادات والتوصيات المهنية للمرضى، موضحا بأنهم يسمحون للمستفيدين إجراء الفحوصات العينية بالتفاهم مع مستشفى العيون. وتشير المعلومات الواردة إلينا بأن مستشفى حسحز الذي يسير أنشطته ب 113 مهنيين وموظفين إداريين تتوفر فيه خدمات المياه والكهرباء ل 24 ساعة. نظمت في مدينة دباروا بالإقليم الجنوبي مداولات حول اللوائح وإعلانات الأنشطة التجارية والصناعية مع أصحاب المؤسسات والمرافق الخدمية. وذكرت مسؤول قسم التجارة والتصنيع والتعدين في الإقليم الجنوبي السيدة الغانيش كيداني أهمية القانون في الأنشطة التجارية والصناعية، حيث قدمت توضيحا مسهبا حول أهداف رخص العمل وكيفية الاستفادة منها وسبل تجديد وأسباب تجميد الرخص التجارية. من جانبه ذكر مسؤول الرخص التجارية في الإقليم السيد سامسون تكي الأخلاق التي ينبغي أن تتبعها المرافق الخدمية، مذكرا أصحاب المؤسسات إلى عدم ممارسة الأنشطة غير القانونية وكذلك عدم بيع المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية. وقد دعا مدير مديرية دباروا السيد فرومانجيل تخل هيمانوت أصحاب المؤسسات والمرافق الخدمية لتسيير أعمال فعالة ومفيدة والعمل على تطور أنفسهم وبيئتهم بالتقيد بالأعمال القانونية واللوائح اللازمة. قالت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم إن أنشطة التعبئة والتأطير جارية لتمكين المرأة من الاستفادة من الفرص المتاحة لها وتقوية مشاركتها في التنمية. وأوضحت السيدة سعدية إبراهيم لدى لقائها الأعيان والنساء في قرى عيقالا ويومين وإيغروليه وحمرتي بمديرية أرعتا، أوضحت أهمية الارتقاء بالوعي لرفع مشاركة المرأة في التعليم والتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. كما ذكرت بالقيام ببرامج واسعة هذا العام لرفع وعي المرأة وتقوية تنظيمها، مناشدة الأعيان لتعزيز دورهم المؤثر. تبرع الإرثيون المقيمون في أبو ظبي وكندا وسويسرا بأكثر من 10,500 دولار أمريكي و18,859 فرنك سويسري، وذلك لتنمية صندوق أمانة الشهداء. وأوضحت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية عن تبرع الجالية الإريترية في أبو ظبي بمبلغ 6,307 دولار أمريكي، والجالية الإريترية في هاملتون الكندية ب4,200 دولار أمريكي، والمهتمين الإريتريين في سولتون وشباب الجبهة الشعبية في سولتون والجالية الإريترية في زيورخ وأرغاو وبازل وليزرن وبيرن السويسرية ب18,859 فرنك سويسري. مشاهدينا فاصل ثم الأخبار العالمية. على الصعيد العالمي، بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريباتهما العسكرية السنوية المشتركة بعد تأجيلها نحو شهر من أجل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية وللمساعدة في توفير الظروف الملائمة لاستئناف المحادثات بين الكوريتين. وستستمر تدريبات فول إيجل أو فرخ النسر لمدة شهر، وتضم عادة قوات برية وجوية وبحرية ومن العمليات الخاصة. وستجري تدريبات عن طريق المحاكاة بالكمبيوتر لمدة أسبوعين ابتداء من منتصف أبريل. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون في مارس إن التدريبين المشتركين سيضمان نحو 23,700 جندي أمريكي و300,000 جندي كوري جنوبي.
وقال مسؤولون عسكريون في سول إن نطاق هذه التدريبات لن يتجاوز التدريبات التي جرت في السنوات السابقة. قال أحد مسؤولي إدارة الكوارث في فيجي إن السيولة التي تسببت فيها أعصار مداري تحت البلاد ومطلع هذا الأسبوع أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وفقدان شخص يعتقد أنه غرق. وتسبب الإعصار خوسيه وهو عاصفة من الدرجة الأولى صاحبتها أمطار غزيرة تسبب في تدفق سيول على بلدة با الواقع على فيتي ليفو كبرى الجزر في شمال غرب فيجي. وقال مدير المكتب الوطني لإدارة الكوارث في فيجي أنه جرى انتشار 4 جثث وتستبعد السلطات نجاة الشخص المفقود. وأضاف أن سمعت أن 1773 شخصا انتقلوا إلى 35 مركز إيواء لن يكون بوسعهم العودة إلى منازلهم حتى اكتمال عمليات رش البعوض. وحذرت الإدارة الرسمية للإرصاد الجوية في فيجي من احتمال سقوط أمطار غزيرة مع تحرك الإعصار المداري خوسيه باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.